السلام عليكم ومرحبا بكم خياتي، ان شاء الله تكونوا قاع بخير. اليوم جيتكم بهذه الوصفه الرائعه، صراحه رائعه. صابلي بريستيج راقي شكلا ومذاقا. غادي الا جربتوه غادي قاع يطلبوا منكم الوصفه. البنه تاعه ما نحكي لكم شو، ما نقدرش نوصفها لكم، خرافيه البنه تهبل، والشكل تاعه راقي كيما راكم تشوفوا، شكل جديد. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تبعوا معايا او نروحوا نشوفوا طريقة التحضير مع ذكر المقادير كما العادة. إذا بسم الله نبداو في العجينة. عندي 250 غرام زبدة، 2 حبات بيض كاملين، عندي 8 مغارف كبار تاع الزيت، عندي 4 مغارف كبار تاع المايزينا، وربع مغارف تاع سكر ناعم يكونوا معمرين، وعندي 3 مغارف كبار تاع الكاكاو، من 4 مغارف، من 3 مغارف حتى 4. عندي 3 مغارف كبار تاع معمرين مليح تاع كاوكاو مقلي مليح ومطحون رقيق ناعم. وندرب هاد المكونات الكل باليد ولا بالباتير، نخلطهم مليح حتى نتحصل على خليط متجانس. وعندي من بعد نلمه بالفرينة بطبيعة الحال، وكيس تاع خميرة كيميائية. اذا كما راكم تشوفون نبقى نلم في العجينة تاعي بالتدريج، ونضيف الكيس تاع الخميرة بهذا الشكل. فرينة نضيفه غير بالتدريج باش ما نشفوش العجينة تاعنا بزاف. اذا لميت العجينة تاعي نخليها ترتاح شوية، ومن بعد نبقاو نشكلوا فيها. اذا كما شفتوا بعد ما خليتها ارتاحت درت ساشي، حليت العجينه تاعي، دائما نديروا ساشي تساعدنا بزاف. حليت العجينه تاعي وقطعتها دوائر، هذوك الدوائر نحاولوا نقسموهم في النص، يعني الدائره على 2. ونطيب الحلوى تاعي عادي، ما خلوهاش طيب بزاف في الفرن. حاولوا تقسموا برك الحبه تاعكم على 2، يعني يكونوا اجزاء متساويين، باش من بعد كي تلصقوهم يجوكم شابين. كما راكم تشوفوا هذا الشكل. طيبتهم، ما حمرتهمش بزاف، ما شعلتش من الفوق، غير من التحت. كي نشفوا قلعتهم، ومن بعد رحت ذوبت شوكولا عادي، ضفت لها شويه تاع الكاوكاو، كان طحنته خشين ماشي رقيق باش يبان. ضيفوا الكميه تاع الكاوكاو على الشوكولا، ولكن ما تضيفوش كميه كبيره باش ما ترجع لكمش عجينه وتكون ترجع الشوكولا تاعكم ثقيله بزاف، وما تطيقوش يعني ما تقلاصيلكمش الحبه مليح. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام، ما تكونش ثقيله بزاف بالكاوكاو، وما تكونش خفيفه، يعني حبيبات الكاوكاو تاني يكونوا مطحونين نخشان باش يبانوا. وطليت نصف الحبه تاع الحلوى تاعي هذوك الانصاف بهذا الشكل. كي تخبطوا ما تخبطوش بزاف، حاولوا تخلصوهم الشوكولا الزائده غير بشويه باش ما تكسر لكمش الحبات. بهذه الطريقه درت ساشي، باش هذا الساشي بزاف يساعدكم ما تلصق لكمش الحلوى تاعكم. ونحطها بواسطة سكين ولا ظهر ملعقة ولا غير برفق، ونحطها ونخليها تنشف بهذه الطريقة هكا تشوفوا. ومن بعد رحت خليتهم ينشفوا، ورحت نحضر الحشو تاعي. الحشو تاعي درت فيه كيلة تاع قطايف محمرين، كيلة تاع كاوكاو مقلي ومطحون، وكيلة تاع حلوى الترك. وكان عندي واحد شويه تاع كاطو، حبات تاع كاطو تكسرولي، ضفتهم تاني في الحشو. حشو بزاف بنين، يجي كيما الحشو تاع البنيون. علاه قلت لكم هذا الكاطو بنين، خاطرش الحشو تاعه بنين، ومام هو بنين بالشوكولا والكاوكاو. من بعد ما نشفت الحلوى تاعي رحت نسقم في الحبات تاعي باش يجوني متساويين بالسكين هكا، باش كي نلصقوهم يجونا على يعني شكل واحد. وخممت هذيك الشوكولا اللي قلعتها من هذوك الحبات تاني ضفتها، قلت عليها يعني نخليها تروح هكا باطل، فاني هي بنينه وشابه، راهي فيها الشوكولا وفيها الكاوكاو. ضفتها في الحشو تاعي، ومن بعد لميت بالكابريز دائب، هذا العلبه تاع الكابريز،
نتوما لموها بالشوكولا تاع، ما تلموهاش برك بالشوكولا نوار، شوكولا تارتيني هاذيك، لموها بعجينة البندق هاذيك، ولا مهم باش الحشو تاعنا ما يتغيرش اللون تاعه ويبان كينا نديروه في وسط الحبات تاع الحلوى. لموه بالنيسلي ولا بالكابريز ولا توفيا، المهم ما تلموش بالشوكولا. إذن رحت بعد ما لميت الحشو تاعي، تحصلوا على حشو يكون متجانس يعني كما راكم تشوفوا. درته تاني هو في ساشي وحليته، ونطبع الحشو تاعي. سقمته مليح ونقطع بالدائرة. كانت شوية هذه الدائرة صغيرة على الدائرة اللي قطعت بها. إلا توفر عندكم طابع صغير اللي على اللي طبعتوا به أحسن، ولا ما كانش عندكم عادي طبعوا غير بهذاك، ولا جاكم الزائد اقلعوا بالسكين. هنايا باش يلصق لي الحشو بين كل حبة وحبة درت غير نقطة تاع هذاك كراميل اللي كان عندي باش يلصق لي الحشو مليح في الحبة تاعي. نروح تاني نقسم هذا الحشو تاعي على 2 كيما قسمنا الكاطو، ونحطه في الوسط بهذا الشكل. نسقمه نحاول نطلعه شوية الفوق باش يبان، ومام كي نقطعوا الحشو ما نقطعوش رقيق بزاف بزاف، يعني شوية يكون باش يكون باين بين الحبة والحبة. ندير تاني حبة معكم واحدة أخرى كما راكم تشوفوا. دايما درت شوية تاع، هنا ديروا نيسلي ولا شوكولا، المهم غير باش يلصق لنا الحشو. الحشو ماشي مهم باش يكون يعني متساوي يعني على كل الحبة، المهم يكون باين من الفوق بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. طريقة بزاف سهلة. نقسم الحشو تاعي على 2 بشكل متساوي، ونلصق الحبات تاوعي هكا. كي درت لهم شويه تاع النيسلي ولا يبقاو لاصقين وما طيش الحبه منهم. دوك نشوفوا الحلوى تاعنا في شكلها النهائي، جات بزاف بزاف بنينه. قد ما نوصف لكم البنه تاعها يعني قليل، والشكل تاعها تاني جديد وراقي. ان شاء الله الوصفه خواتاتي تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساونيش بشويه تاع الدعم والبارطاج، بارطاجوا الوصفه بين اهلكم واصدقائكم، لانه التفاعل شويه راه ناقص في القناه تاعي. ان شاء الله تدعموني، ونقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. دائما مع الوصفات يكونوا سهلين في متناول الجميع. وقبل ما ننسى هنايا هاد الحلوى تقطع لكم حتى 52 حبه.